زي ما بقول دايما ادي العيش لخبازه، فكان لازم حلقة النهاردة مش انا اللي اتكلم فيها. حلقة النهاردة اللي هنتكلم فيها عن قسم الصحافة والنشر في كليات الاعلام. معانا ضيف النهاردة هو اللي هيكلمنا عن قسم الصحافة، هيتكلم معانا عن المحتوى الدراسي، سوق العمل، التدريب الخاص بالقسم، وايه اللي يميز القسم ده عن باقي الاقسام. والحلقة دي من ضمن سلسلة حلقات اتخصص ايه اللي اتكلمنا فيها عن كل التخصصات اللي موجودة في كليات الاعلام، بحيث لو انت عندك اي معلومة ناقصة او محتار تتخصص ايه، فالبلاي ليست دي هتساعدك وتقدر تشوفها من اللينك اللي هيظهر لك سواء في الاي اللي هتظهر لك فوق او في الديسكريبشن. تقدر تشوف الفيديوهات وتشوف ايه اكتر حاجة مناسبة ليك. خلونا نرحب بضيف النهارده اللي هيتكلم معانا عن القسم. ازيك يا مرام؟ برحب بيكي، عامله ايه؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ مرام، انت عملت معايا من فتره قريبه حوار صحفي لما خدت افضل مراسل تلفزيوني. جه الوقت ان ارد لك الجميل، ودلوقتي بعمل معاك لقاء تلفزيوني. ايه شعورك وانت في اول لقاء رسمي ليكي في حياتك؟ اكيد مبسوطه ان انا اول مره، دي تجربه جديده بالنسبه لي ان انا اطلع واتكلم عن حاجه. تاني حاجه مبسوطه اكيد ان انا معاك، انت صديق غالي عليا وانا اكيد مبسوطه ان انا طالعه معاك. ليه الناس دايما واخده فكره وحشه عن قسم صحافه؟ وايه اللي انت كنت بتسمعيه قبل ما تخش القسم اتغير لما دخلتيه او شفتيه غلط؟ بص، ناس كتير قوي بتبص لقسم الصحافه تقول لك لا انا مش هخشه، لا انا هترمي في الاخر في صحافه، مع ان مش فاهمه ليه اترمي في صحافه دي. بس ممكن علشان كل ما يخشوا يسمعوا غيرهم بيقولوا لا قسم الصحافه وحش، قسم الصحافه وحش، مع ان احنا في قسم الصحافه مش متضايقين خالص، بالعكس بنتعلم كل حاجه ومبسوطين جدا. ليه دايما في طلاب عندها حته ايه؟ انا هخش اذاعه، هخش علاقات، صحافه ايه صحافه دي؟ ناقصه قرف. او مثلا يقول لك انا لو ما نجحتش في اذاعه هعمل انترفيو مثلا في قسم اذاعه او علاقات عامه واعلان، ويا رب ايه اتقبل في حاجه في الاثنين، لان لو ما اتقبلتش الموضوع بيبقى صعب قوي بالنسبه له. هو ناقص قرف يا عم، ايه القرف ده؟ خش صحافه يا رب ما يكتبها لنا. ليه عندهم الحته دي؟ هم فاكرين عشان شافوا شغل علاقات عامه واعلان واذاعه وتلفزيون بيبقوا فاكرين بقى ان ده، بص دول بيشتغلوا حلو، دول هيبقوا مذيعين، دول بيعملوا حاجات كتير كويسه، فهم بيبقوا فاكرين ان هم هيبقوا ان الصحافه ما فيهاش شغل، مع ان العكس خالص. انت في الصحافه بتتعلم برده مونتاج، بتتعلم تصوير، بتتعلم كل حاجه برده عادي جدا. وبنبقى عندنا يعني علم بكل حاجه. اللي عايز يبقى مذيع، في مذيعين كتير قوي طلعوا مذيعين من صحافه يعني. ليه دخلت صحافه؟ يعني اشمعنى اخترت قسم الصحافه دونا عن اذاعه عن علاقات؟ اشمعنى القسم ده اللي انت بتقولي انا عاوزاه؟ اشمعنى؟ انا من الاول اصلا اوريدي كنت بشتغل قبل، يعني اول لما دخلت كليه اعلام انا بواسطه حد من صحابي يعني نزلني في موقع اسمه الغد، فكنت جربت ان انا اشتغل صحفيه وحبيت الموضوع جدا، وحبيت ان انا عامله علاقات مع الناس وان انا كويسه في الوسط، فحبيت ان انا في الشغل في الكليه بتقدر توصل لناس اكتر باسم اعلام، انك تقول مثلا انا طالب في اعلام فعايزاك بس اخد منك كلمه توصل لناس اكتر، لناس مهمه اكتر من اي موقع تاني. فكنت حابه ان انا اجرب واخش اطلع مواهبي في القسم. تمام. انت بقالك سنتين شغاله في سوق العمل زي ما قلنا بشكل رسمي في جريده رسميه. ايه الحاجه اللي انت استفدتيها او ايه الحاجه اللي انت حابه تقوليها من تجربتك او خبرتك في السنتين دول في سوق العمل كشغل جنب دراستك، حابه تقوليها للطلاب اللي عايزين يخشوا او خايفين يخشوا القسم ده عشان سمعوا حاجه معينه عن نقطه سوق العمل؟ بص، اهم حاجه انت عايز تنزل شغل في صحافه عامه ما تبصش اول حاجه للفلوس، لان في ناس كتير بتقول لك لا دي مالهاش فلوس او مالهاش لا هي ليها فلوس عادي جدا، بس فيما بعد ما ينفعش اكون انا لسه نازل ابدا في موقع تحت السلم واقول لك لا انا ما باخدش فلوس او انا باخد لا 300 جنيه بس. ببلاش مفيش ولا جنيه؟ دي حقيقه. انا بدات ما كانش في حتى مكافآت سنويه خالص يعني من غير اي مقابل، بس انا استفدت في حاجه تانية ان انا طلع لي اي دي، نزلت عملت علاقات مع الناس، مع لعيبه، مع مصورين وصحفيين، قدرت بعدها ان انا احط رجلي في الوسط واوصل لحاجه تانية. دلوقتي بشتغل في الفجر. الاول كنت بتشتغلي مثلا في حاجه تانية، دلوقتي اتطورتي او نقلتي نقله لقدام بقيتي في حاجه احسن؟ بالظبط. بس يعني انت قصدك تقولي ان الموضوع بيجي بالتدريج؟ مش بالتدريج بس انك بتسعى لحاجه انت عايزها. انا عايزه ابقى مثلا صحفي كبير ومعروف ويبقى لي مثلا دخل كويس، طب خلاص اوكي اسعى في الموضوع ده. مش هتيجي تبدا تقول لا انا عايزه اقبض 3000 جنيه مثلا من اول موقع. ما فيش مواقع هتقبض كده حد على طول وحد مش معروف. انت المفروض تثبت نفسك وتسعى، والفلوس دي بتيجي اخر حاجه يعني. طيب المحتوى الدراسي، يعني انا لو طالب دخلت صحافه
ايه المواد او ايه الحاجه اللي ممكن ادرسها جوه؟ احنا بندرس كل حاجه، درسنا مونتاج، درسنا تصوير عادي جدا، درسنا تحرير صحفي اللي هو ازاي تكتب خبر، ازاي تعمل فيتشر، انفوجراف. الانفوجراف ده اصلا شبه قوي اللي هو مثلا الجرافيك. فانت مثلا عايز تخش علاقات عامه واعلان عشان تبقى جرافيك ديزاينر او تبقى هتشتغل حاجه في الجرافيك، طب ما انت في الصحافه بتتعلم الانفوجراف، فاوريدي هتتعلم على الابلكيشن او الحاجات اللي بتتعلم برضو ازاي تعمل الديزاين بالظبط. احنا في صحافه بندرس تصوير صحفي، في اذاعه بيدرسوا تصوير تلفزيوني. التصوير التلفزيوني بيبقى عباره عن فيديو، الفيديوهات كده، لكن تصوير الصحافه انت بتصور صور، ومع ذلك انت بتدرس برضو تصور فيديو. بس زي ما اقول لك يعني ايه، يعني انت مثلا لو عندك 6 مواد في الترم بيتكلموا عن في علاقات بيتكلموا مثلا عن الجرافيك، وماده واحده بس بتتكلم عن الصحافه، انت بيبقى عندك نفس الكلام في الصحافه. بيبقى عندك مثلا 5 مواد بيتكلموا عن الصحافه وماده بتتكلم عن الجرافيك، فانت بتبقى خدت فكره، لقيت نفسك حاببها، انت بتطور نفسك فيها بقى. تعالى بقى نتكلم في نقطه التدريبات. يعني خلينا متفقين ان اي حد بيخش اعلام في الاساس هو عايز ينزل ويروح قناه، يروح جريده، يتدرب، يعمل علاقات، يشوف هنا، يعمل هنا. التدريب بقى في قسم صحافه بيبقى عباره عن ايه او تفاصيله ايه؟ خاصه ان اي طالب اكيد اول حاجه بيدور عليها هي ان هو انا هتدرب فين، انا عاوز اتدرب، طب اروح فين؟ طب لو ما فيش تدريب خارجي، تدريب الكليه نفسه بيبقى عامل ازاي؟ طبعا هو كل قسم عامه في الكليه عندنا بيبقى ليهم سيكشن تدريب صحافه. انت بتخرج منه مش محتاج تاخد اصلا اي تدريب خارجي، بتبقى خارج منه انت فاهم كل حاجه، متعلم كل حاجه، ازاي تكتب خبر، مقال، تقرير، ازاي تعمل حوار مع حد، ازاي تدخل اصلا لحد وتقنعه انه يعمل معاك حوار. فبتبقى كل حاجه يعني السيكشن عندنا بيعلمك كل حاجه. هو بيبقى مره كل اسبوع على نظامنا، يعني كان هو مره كل اسبوع، بتبقى خارج منه فعلا انت فاهم كل حاجه. بص، هو في ميزه بصراحه في الكليات الاعلام وخاصه القاهره، ان هو في كل الاقسام انا لاحظت ان ايه، حتى لما جيت اعمل حلقه عن علاقات عامه واعلان وسالت كذا حد، حته ان انت بتتعلم كل حاجه في الانتاج. يعني لو دخلت اذاعه هتعرف يعني ايه مونتاج وتصوير، لو دخلت علاقات هتعرف يعني ايه مونتاج وتصوير في قسم اعلام مثلا، لو دخلت صحافه زي ما انت بتقولي دلوقتي هتعرف جزء عن. بس بجانب ده ان هم بيركزوا برضو على حاجه اللي هي ليها علاقه بالتخصص. يعني انا باخد معلومه عشان الناس ما تفتكرش ايه، انا كنت عاوز اذاعه عشان اعرف مثلا مونتاج وتصوير، بس انا كنت متردد بينها وبين علاقات او صحافه. فطالما مرام بتقول ان في تصوير برضو الناحيه الثانيه، يبقى خلاص هخش صحافه. لا، يعني عايز اوضح لهم برضو ان لا، يعني انا مش هتعلم تصوير ومونتاج في اذاعه بنفس التركيز والتخصصي زي علاقات وصحافه. كلامك صح، يعني مثلا احنا في صحافه بندرس تصوير صحفي، في اذاعه بيدرسوا تصوير تلفزيوني. التصوير التلفزيوني بيبقى عباره عن فيديو، الفيديوهات كده، لكن تصوير الصحافه انت بتصور صور، ومع ذلك انت بتدرس برضو تصور بالزبط. فيديو. بس زي ما اقول لك يعني ايه، يعني انت مثلا لو عندك 6 مواد في الترم بيتكلموا عن في علاقات بيتكلموا مثلا عن الجرافيك، وماده واحده بس بتتكلم عن الصحافه، انت بيبقى عندك نفس الكلام في الصحافه. بيبقى عندك مثلا 5 مواد بيتكلموا عن الصحافه وماده بتتكلم عن الجرافيك، فانت بتبقى خدت فكره، لقيت نفسك حاببها، انت بتطور نفسك فيها بقى. طب مرام، قبل ما نختم الحلقه، ايه النصيحه او الحاجه اللي انت عاوزه تقوليها لاي طالب عاوز يخش قسم الصحافه؟ نصيحتي للطلاب طبعا ان هم ما يسمعوش كلام اي حد يقول لهم صحافه ملهاش فلوس، او ان صحافه مش ملهاش مستقبل. لا، هي ليها مستقبل وفيها فلوس، بس انك في الاول تسعى وتحب اللي انت بتعمله وتعمل الحاجه بحب، مش تعمل حاجه عشان يطلع لك منها فلوس. طول ما انت بتدور على الفلوس عمرها ما هتيجي، انت اسعى وهي هتيجي في وقتها. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان هم يكونوا حابين القسم وحابين يشتغلوا فيها، يلاقوا لهم مجالات كتير جدا يشتغلوا فيها. القسم فيه يعني مش بس رياضه، فيه فن، فيه اقتصاد، فيه سياسه، فيه حاجات كتير قوي. اللي ليه شغف في حاجه وعايز يوصل لها اكيد هيوصل لها. بشكرك يا مرام، الحلقه كانت ممتعه واتمنى تكون مفيده لاي حد يتفرج عليها. ده نورك يا احمد، انا كنت مبسوطه اكتر ان انا معاك النهارده، وان شاء الله يكونوا استفادوا ونشوف ناس كتير موجوده في قسم الصحافه السنين الجايه. كده نكون خلصنا حلقه النهارده وخلصنا سلسله حلقات اتخصص ايه، اللي تقدر تتفرج على كل حلقاتها زي ما قلت لك في اللينك اللي هسيبه لك في الديسكريبشن. حابب افكرك برضو بحاجه اخيره، وهي ان دي هتكون اخر مره هتكلم فيها في القناه هنا عن اي حاجه تخص الاعلام كعمل او كدراسه. ولو انت مهتم بالمجال ده وعايز تعرف عنه اكتر، تقدر تخش على البلاتفورم اللي اسمها ماسكوم بلاتفورم في الديسكريبشن، في اللينك بتاعها تخش تعمل فولو لايك وتتابعها، عشان دي المنصه اللي هينزل عليها اي حاجه خاصه بالاعلام الاكاديمي او العملي. كده تكون خلصت حلقه النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم واتمنى تعجبكم ان شاء الله. مع السلامه في حلقه جديده، مع السلامه.
دولار محبب